انا لما بشوفك بضعف يا مصطفى. الست دي غلطت غلطة عمرها ووقعت في حب عريس بنتها، وحصل اللي محدش يتوقعه. وقبل ما نبدأ كلنا نصلي على النبي. ومن هنا كانت البداية. كملوا الأحداث للنهاية عشان تعرفوا إيه اللي هيحصل. وقبل ما نبدأ كلنا نصلي على النبي. ايه يا ماما اللي حصل معايا النهارده؟ خير يا روحاني. النهارده وانا ماشيه في الكليه جه حرامي نتش شنطتي وجرى، فبعد كده لقيت بقى واحد جنتلمان كده راح ضربه ومش عارفه ايه ووقعه وكده. يا نهار ابيض. والله جاب لي الشنطه واداها لي في ايدي ورحت قلت له بقى شكرا عيني جت في عيني والحاجات اللي بنشوفها في التلفزيون دي. يا حبيبتي. بس بعد كده بقى فضلنا نتمشى شويه وعرفت ان هو في سنه رابعه بس ما بتجيش كتير بس كده. بجد يعني حد كويس قوي. شكرتيه بقى يا رضوى؟ ايوه طبعا قلت له شكرا وكده. برافو عليكي، بس انا لازم اشكره بنفسي. بس هو ما بيجيش الكليه كتير، ممكن لو شفته بكره بقى. ما خدتيش رقمه ليه يا رضوى؟ مش عارفه يا ماما بعد يوم كان مكعبل قوي. لا احنا الولد ده لازم فعلا نعزمه عندنا في يوم علشان فعلا نشكره صح. ماشي يا ماما باذن الله. خلاص والحمد لله على سلامتك يا حبيبتي. الله يسلمك يا ماما. باي باي. انا هدخل الاوضه. ايه اتخضيت كده ليه؟ ايه اللي جابك هنا؟ عرفت عنواني منين؟ انت متاكده اني لو رحت هلاقي رقم تليفونه وعنوانه؟ طيب متشكره جدا. لا هبقى احكي لك بعدين. ماشي يا حبيبتي باي باي. كنت بدور عليك. دور عليا انا؟ اه خير في حاجه ولا ايه؟ بص هو بعد اللي حصل يعني بعد اللعبكه اللي حصلت المره اللي فاتت وكده ومعرفتش اعمل معاك الواجب، فماما اصرت ان هي تعزمك عندنا في البيت. بس ما فيش بس يا مصطفى اكيد مش هتحرجني يعني. اديني العنوان. بص اهو العنوان اهو وهستناك بكره ماشي. ايه ده يا رضوى؟ رايحه فين؟ رايحه ادي الفوطه لمصطفى. الام من وقت ما شافت مصطفى وهي تصرفاتها غريبه ومش على بعضها. خليكوا معانا نشوف هتعمل ايه. لا يا حبيبتي عيب ما يصحش، هاتي وانا هديلك. ماشي. اتفضل يا مصطفى. ميرسي جدا. نورتني خالص. امورك الاكل بجد كان تحفه. بجد انا فرحانه جدا ان انا اتعرفت بيك يا مصطفى، واتمنى ان دي ما تكونش اخر زياره مع بعض. مش هتكون اخر زياره. اتفضل يا مصطفى. اتفضل. لاحظت حنيه كبيره جدا واهتمام من مامة رضوى. في الوقت ده حسيت انها تعوضنا على الام الله يرحمها. بجد والله متشكر جدا على العزومه دي واحده واحده يا مصطفى، بالراحه بالراحه يا بابا. مش عايزه تقفل ليه؟ واحده واحده. الحمد لله. بشكر حضرتك جدا يا طنط على العزومه اللطيفه دي. لا استنى بقى. بص بقى بلاش طنط دي، انا ما بحبش الكلمه دي ابدا. قول لي يا مينو عادي خالص، خلينا اصحاب. نورتنا يا مصطفى. شكرا يا رضوى. عارفه على ايه نورتنا. اتشرفت بيك خالص يا مصطفى. والله لولا الوقت اتاخر كنت قعدت معاكم. لا ما احنا لينا قعدات تانية كتير جدا مع بعض. نورتنا خالص يا مصطفى. حسيت ان احنا اهل بجد. طبعا احنا اهل فعلا يا مصطفى. اتفضل يا مصطفى. السلام عليكم. اتفضل. باي باي. لحظه بس يا مصطفى. خير امورين. اتمنى يا مصطفى ان الزياره دي تتكرر تاني باذن الله. ما تغيبش علينا، احب اشوفك دايما. عيوني. انت عارف ان انا ورضوى عايشين مع ناس راجل يا حبيبي، فلازم من وقت للتاني تبقى تسال علينا. اكيد طبعا. وعايزه استاذنك في حاجه يا مصطفى. اتفضل. ممكن تديني رقم موبايلك علشان ابقى اكلمك؟ مفيش مشكله. انا هديكي الكارت بتاعي. يا ريت. اي وقت كلمني. طيب ماشي. تتضايق يعني لو كلمتك اي وقت كده من باب اني اسال عليك او ندردش سوا انا وانت؟ مفيش مشكله. اوكي يا مصطفى، نورتني. استاذنك. اتفضل. مصطفى استنى بس، اقفل السوسته دي علشان الجو برد عليك. شكرا.
العفو، مع السلامه يا مصطفى. مش عارف ليه مامة رضوى بتتعامل معايا كده. ده مجرد موقف انا عملته كان ممكن اي حد مكاني يعمله، بس انا حاسس ان هم طيبين جدا ولازم اكون سند ليهم، خصوصا انهم معاهم خير يا روحي. ايه رايك في مصطفى؟ من ناحيه ايه بالظبط؟ بصراحه يا ماما كده انا ارتحت له، حاسه ان هو الشخص المناسب، يعني كفايه شهامته وجدعنته. بصراحه كده يعني ما عجبنيش قد كده وما ارتحتش خالص يا رضوى. ليه كده يا ماما؟ لا حاساه ولد كده ملاوع وبصي من الشباب اللي هم بصراحه اي كلام. لا يا ماما، ده كفايه شهامته وجدعنته معايا، يعني تحسيه ان هو راجل. شهامة ايه يا بنتي؟ هو علشان واحد عمل معانا موقف بقى شهم وجدع وبقى مناسب وبقى مفيش منه؟ يا ماما طب نديله فرصه، طيب نعزمه مره تانية. رضوى اوعي يكون اللي في بالي وحسيته من كلامك دلوقتي صح يا رضوى؟ ايوه صح يا ماما، بصراحه انا شايفاه كويس جدا. صح ايه يا رضوى؟ الشخص ده مش مناسب تماما، وانا دلوقتي عاوزاكي تركزي بس في مستقبلك وفي دراستك يا رضوى. بس يا ماما مفيش بس يا رضوى، خلاص بقى خلصنا، احنا مش هيبقى ورانا غير سيره مصطفى، واتمنى تعرفيش اللي اسمه مصطفى ده تاني ولا تتكلمي معاه. اكيد انا امك وعايزه مصلحتك. بعد اذنك يا ماما. اتفضلي. غضب كبير جدا من الام بعد ما اتأكدت ان بنتها اعجبت بمصطفى. يا ترى هي عملت كده ليه وبتفكر في ايه؟ امينه متضحكيش على نفسك، الولد ما فيهوش اي حاجه وحشه زي ما قلتي لبنتك وحاولتي تكرهيها فيه. تكذبيش على روحك اكتر من كده، انت بتحبيه يا امينه، لازم تبقي عارفه كده. انت لسه صغيره ومن حقك ترجعي تعيشي حياتك تاني. انت دلوقتي قاعده لوحدك، الحقي بقى كلميه وهاتيه باي شكل واقعدي معاه، ومن حقك تعيشي شبابك وتعيشي سنك وتعيشي حياتك من اول وجديد. كلميه يا امينه. ده اللي هعمله. برافو عليكي يا امينه، برافو. الو ازيك؟ من فضلك يا مصطفى تيجي تلحقني بسرعه. ايه في ايه؟ تعبانه جدا. تعبانه؟ ايوه يا ريت تيجي بسرعه يا مصطفى، احنا مستنيينك. طيب خلاص انا تمام عارف، انا جاي دلوقتي. تمام ما تتاخرش. سلام. برافو عليكي، يلا اجهزي، يلا بقى حضري نفسك واستعدي عشان هو زمانه جاي. اجهزي. ايوه هي دي فرصتي ولازم استغلها كويس جدا. من حقي اعيش، كفايه بقى كده عليا، لازم انفذ الموضوع ده صح. ايوه حاضر. خير يا امينه؟ رضوى مالها؟ نايمه تعبانه جوه يا مصطفى. تعبانه؟ كويس انك جيت. اتفضل. طيب تعالى يا دكتور. الام اتصدمت صدمة عمرها لما عرفت ان مصطفى مش جاي لوحده. السلام عليكم. عليكم السلام. الموضوع مش مستاهل يعني يا مصطفى. دكتور هي راحت المستشفى مع صاحبتها، طلعوا شويه مغص صغيرين يا مصطفى، مش مستاهله دكتور. انا قلت لك هات دكتور معاك. ما هو عشان تعبانه. طيب لا الحمد لله. خلاص كده يا جماعه مش مشكله. طيب انا بعتذر جدا لحضرتك يا دكتور، يعني دي حاجه بس بسيطه كده، زوم العضله وكده. متشكرين جدا لحضرتك يا دكتور. اتفضل. هو في ايه بالظبط؟ انا مش فاهم حاجه. انت قلت ان رضوى جوه. ايوه يا مصطفى، ما انا ما حبيتش اقول لك كده من على الباب علشان ما تمشيش تقعد ترتاح من المشوار، هم زمانهم جايين. اقعد اتفضل. ما كنتش عارف اتصرف ازاي وقتها، ومش عارف الست دي عايزه مني ايه بالظبط. خليكم معانا نشوف ايه اللي هيحصل. اتفضل يا مصطفى. في ايه مالك؟ خايف من ايه يعني وانا حاكلك؟ ايه ده؟ في ايه؟ ارتاح يا مصطفى، هنقعد على بال ما هي تيجي وانا حاكلك. طيب تمام. اقعد يا مصطفى، عايزاك في موضوع. اتفضل. طيب انا بقول يعني ان احنا نروح نبص عليها في المستشفى، نطمن عليها، ما نسيبهاش لوحدها. لا ما تشغلش بالك، هم زمانهم جايين يا مصطفى. على ما احنا نقعد كده نتكلم وندردش مع بعض شويه يكونوا جوه. عايزاك في موضوع بصراحه. ماشي اتفضلي. يعني انا عايزه اقول لك على حاجه كده
من اول يوم جيت فيها البيت عندنا يا مصطفى. فاكر طبعا. طبعا، ودي حاجه تتنسي، واكلك بجد يجنن. ميرسي يا مصطفى. بصراحه انا من اول ما شفتك يا مصطفى اعجبت بيك جدا، وحسيت ان انت راجل. وبصراحه كده كمان يعني رغم ان انت سنك صغير، بس شفت فيك ان انت راجل افضل من اي راجل في الدنيا. انا على فكره كنت حابب اتكلم معاكي في حاجه زي كده. كنت اصلا هفتح معاكي موضوع رضوى. انا هو في موضوع بينك انت ورضوى؟ يعني بخصوص موضوع انا ورضوى. بس انا بصراحه كنت قصدي حاجه تانية خالص يا مصطفى. طيب انا حابب اسمع منك. بصراحه كده يا مصطفى انا بحبك وما عنديش مانع ابدا ان انا اتجوزك. حسيت في الوقت ده انها بتعمل اختبار. جت لي فكره وقتها، مش عارف صح ولا غلط، بس كان لازم اكمل للنهايه. وانا شايفه بصراحه كمان انه انا انسب ليك من رضوى، وهفهمك اكتر وهقدر اساعدك اكتر بحكم سني طبعا. وبعدين خلي بالك يعني انا ما يبانش عليا السن ده ابدا. انا على فكره هو ده الموضوع اللي كنت هتكلم معاكي فيه. انا كمان حبيتك جدا من اول يوم شفتك فيه. بجد يا مصطفى قد ايه انا مبسوطه وسعيده جدا جدا يا مصطفى بالكلام اللي سمعته منك ده. انا مش مصدقه نفسي، انا بجد مش مصدقه نفسي. ايه ده رضوى؟ ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله. انا تمام كويس. طيب انت كويسه يا رضوى؟ الحمد لله. طيب انا هستأذن انا دلوقتي بقى، والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. طب خليك، احنا لسه ما قعدناش مع بعض. انا اصلا كنت جاي عشان اطمن عليك وكده. عرفت انك تعبانه والموضوع بتاعنا احنا هنتكلم فيه. طب خليك شويه يعني. معلش عشان بصي يعني الوقت دلوقتي زي ما انت شايفه اتاخر قوي وانا لازم امشي. خلاص بقى يا رضوى سيبيه عشان هو مستعجل، سيبيه. ماشي، باي. خير يا ماما، هو مصطفى كان هنا بيعمل ايه؟ هو كان معدي من هنا مصطفى بالصدفه وكده، فعدى عادي يعني يسأل علينا وكده. طيب يا ماما هو ما جابش سيرتي بحاجه؟ لا يا رضوى هيجيب لي سيرتك في ايه؟ ما جابش سيرتك خالص الحقيقه. رضوى استغربت جدا من كلام امها، وليه هي بتكذب عليها بالرغم انها سمعت كل حاجه بودنها. خلينا نشوف هتعمل ايه. انا مخنوقه بس شويه، هدخل. ماشي يا رضوى. رضوى الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. كويس ان انا لقيتك هنا. كنت عايزه اتكلم معاكي. خير يا حبيبتي. انا محضره لك مفاجاه هتفرحك جدا جدا جدا. خير ان شاء الله. مش انتي كنت عايزه تفرحي بيا من زمان؟ اكيد طبعا يا حبيبتي. انا متقدم لي عريس. يا رضوى فرحتي قلبي بجد. كبرتي يا حبيبتي وبقى يجيلك عرسان وهجوزك. مين بقى يا ترى العريس؟ مصطفى. مين؟ مصطفى يا ماما، وان شاء الله خدت معاه ميعاد وقال لي ان هو جاي الخميس الجاي. ربنا يسهل من هنا للخميس يا رب. وهنا الام في لحظه حزن كبيره جدا لما عرفت ان الشخص اللي حبته هو اللي هيتجوز بنتها. طب ازاي وهو قال لها انه بيحبها زي ما هي بتحبه؟ في اللحظه دي الام فكرت في حاجه ما تخطرش على بال ابليس. صباح الخير يا حبيبتي. صباح النور يا حبيبي. ايه النوم ده كله؟ وانت اللي سبتني ليه؟ ما صحتنيش ليه؟ ما انا قلت اسيبك ترتاح بقى يا مصطفى. بقول لك يا امينه، خير. انا خايف رضوى تعرف اللي ما بيننا. ما تحملش هم ابدا يا حبيبي، الموضوع ده حله عندي. ادخل انت بس خد لك شاور، ولما تطلع هنقعد ونتكلم.
الشاي يا حبيبي. مالك بس يا مصطفى، في ايه؟ مصطفى انت هتفضل ساكت كده؟ على فكره احنا ما بنعملش بقى حاجه غلط. بس انا قلقان لا رضوى تيجي في اي وقت وتعرف اللي ما بيننا. اطمن بقى يا مصطفى، رضوى مش هتيجي ابدا دلوقتي، رضوى مع زمايلها في رحله ومش هتيجي ابدا غير لما انا ابقى عارفه بميعادها. وبعدين هو احنا بنعمل ايه غلط يعني يا مصطفى؟ احنا اتجوزنا يا حبيبي على سنه الله ورسوله، ما عملناش اي حاجه غلط. عادي جدا يعني لو رضوى عرفت، انا عن نفسي ما عنديش مشكله. معقول انت هيبقى عندك يا مصطفى؟ ازاي هتعرف حاجه زي كده؟ انا ما اتفقتش معاك على كده. وانا شايفه ان النهارده او بكره هتعرف يا مصطفى. انت كده بتخلفي معايا الاتفاق، ده ما كانش اتفاقنا. انا قلت رضوى ما تعرفش حاجه عن الموضوع ده سر ما بيننا. انت عارفه ان رضوى بتحبني وما ينفعش تعرف حاجه زي كده. يا حبيبي ما هي كده كده هتعرف، فاحنا نبتدي نمهد لها شويه بالكلام ده ونبتدي نديها فكره. امينه لو سمحتي حافظي عليا وما تخسرنيش. لا يا حبيبي انا عمري ما اخسرك ابدا. استاذنك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعله خير يا رب، اللهم اجعله خير يا رب. خير، اللهم اجعله خير. رضوى ايه يا ماما؟ رايحة فين يا حبيبتي؟ رايحه اقابل مصطفى، قال لي ان هو عايزني كده. طيب يا حبيبتي خلي بالك على نفسك. ماشي يا ماما، باي باي. يا بنتي مستنيكي من بدري. معلش والله بجد المواصلات وحشه قوي. ماما وافقت؟ اكيد يعني اتبسطت وكده واكيد يعني كل الامهات بتفرح، وخصوصا في موضوع زي ده. يعني رد فعلها كان كويس؟ يعني عادي. طيب خلاص يا رضوى، انا بكره هجيلكم. ماشي، هتنور يا مصطفى. يلا روح انت دلوقتي عشان ما تتاخري. ايه اللي جاب مامة رضوى هنا؟ مصطفى ايه يا مصطفى؟ ايه اللي شفته ده وايه اللي سمعته ده يا مصطفى؟ وايه اللي رضوى جت قالتهولي ده؟ ايه الحلاوه دي؟ لا ما تثبتنيش يا مصطفى، ويا ريت ترد على كل سؤال انا سالتهولك دلوقتي. طب ايه المشكله؟ ما انا مش هلاقي انسب من رضوى ليا. يا سلام، الكلام اللي كان بيني وبينك راح فين يا مصطفى؟ يعني ايه رضوى الانسب؟ وانا ان شاء الله كنت ايه بقى؟ هو انت فهمت ايه بالظبط؟ فهمت ايه؟ كل كلامك كان بيقول ان انت بتحبني انا يا مصطفى، مش بتحب رضوى بنتي. بحبك؟ يا سلام. ايوه بحبك. وايه اللي انا شفته ده بقى لما انت بتحبني انا؟ هو بحبك ازاي طيب؟ مش فاهم. الحب ده انواع. ياه، ايه الملوعه اللي انت بقيت فيها مره واحده دي يا مصطفى؟ مش ملوعه والله، انا قصدت ان انا بحبك زي والدتي. طيب تمام يا مصطفى، يعني انت بتحبني زي والدتك. لا وصلت. وماله يا مصطفى؟ مبروك.
حلو كده رضوى زي القمر يا حبيبتي. معلش ربنا يخليكي. حاسه انا جبت لك حاجه بقى هتخليكي قمر قمر قمر. ايه وريني. بصي دي ميه الورد بتاعتي بقطنه كده ولا بحاجه مشيها على بشرتك يا حبيبتي لان وشك مجهد خالص. يلا ماشي يلا وانا مستنياكي بقى بره. اوكي ربنا يخليكي ليا. ما تفكرش كتير يا مصطفى، البنت بتحبك وعاوزاك، ومش معنى ان امها مش كويسه تبقى البنت كمان مش كويسه، جايز تكون طوق نجاه ليها. كمل يا مصطفى في اللي انت ماشي فيه. يعني انت شايف كده؟ ايوه شايف كده. طيب تمام. ادخلي يا أمينة. ازيك يا ستنا؟ ازيك يا أمينة؟ والله حالي ما يسرش ابدا. مالك يا أمينة؟ يا اختي جوزي. مش جوزك، حكي على أي حد، متحكيش عليا أنا. امال مين بس يا ستنا؟ مش ده زميل بنتك اللي انت خطفتي منها؟ بركاتك يا ستنا بركاتك. طلباتك يا أمير. طالما انت عارفه كل حاجه بقى يا ستنا كده ساعديني، واللي انت عاوزاه من عينيا الاتنين. ده مش بمزاجك يا أمينة، ده غصب عنك. انت مش عايزة شغلك يمشي؟ هيمشي يا ستنا هيمشي، وزي ما قلتلك اللي انت عاوزاه كله انا تحت امر من عيوني الاتنين. طبعا انت عايزاه يبقى خاتم في صباعك، وبنتك تشيله خالص من دماغها. هيكلفك يا أمينة. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللي انت عاوزاه كله هيكون تحت رجليكي، انت بس تأمري، بس انا بس انول المراد. اتفضلي يا ستنا، وليكي اكتر منهم كمان لما الموضوع يتم. طيب يا أمينة، بس اسمعي، اللي انا اقولك عليه هتنفذيه بالحرف الواحد. ما تعمليش حاجه من دماغك يا أمينة عشان ما اقلبوش عليكي. حبيبتي يا ستنا عمري والله اللي هتقولي لي عليه هنفذه من سكات. مصطفى صح؟ حبيبي بحبه. خدي يا أمينة الحجاب ده تحطيه ايه تحت المخده اللي بينام عليها، وهديكي ميه وانتي ماشيه ترشها له في الميعاد اللي هقولك عليه واليوم اللي هقولك عليه. غير كده يا أمينة هتشوفي. ربنا يخليكي لينا يا ستنا يا رب. إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم إنك أقدرت بعض عبادك على السحر والشر، ولكنك احتفظت لذاتك بإذن الضر، فأعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه بحق قولك الكريم. انا هعمل كل حاجه. يلا يا أمينة مش فاضيالك، اللي بعده. حاضر يا ستنا حاضر حاضر يا حبيبتي. يلا يا أمينة وخدي الباب وراكي. أمينة وصلت لمرحلة كره كبيرة جدا لبنتها، كل ده عشان خاطر إن بنتها بتحب نفس الشخص اللي هي بتحبه. أمينة ما بقتش تحب مصطفى حب عادي، ده بقى حب امتلاك حتى لو على حساب بنتها. خليكوا معانا نشوف هي بتفكر في ايه وايه اللي ممكن تعمله تاني. صباح الخير يا ماما. صباح النور يا حبيبتي، عامله ايه دلوقتي يا رضوى؟ الحمد لله. بس انا نفسي اعرف ده حصل لي ازاي يا ماما. ما الدكتور قال يا رضوى ان ميه الورد كان فيها مواد كيماويه وهي اللي عملت فيكي كده يا حبيبتي. بس الدكتور قال يا ماما ان ممكن ان انا اعمل عمليه وارجع تاني احسن من الاول. والله يا رضوى يا حبيبتي نفسي ان انا اعمل لك العمليه دي، بس العمليه دي دلوقتي مكلفه جدا، وانا بصراحه ما فيش سيوله عشان اعملها لك، يعني ممكن نصبر شويه ونشوف. طب يا ماما هو مصطفى ما اتصلش؟ لا يا رضوى مصطفى ما اتصلش، وخلينا بقى في اللي احنا فيه، بلا مصطفى بلا بتاع. بس هو بيحبني يا ماما وانا سمعته. سمعتي وهو ايه يا رضوى؟ ايه اللي سمعتيه؟ لا ولا حاجه، سمعت يعني في ناس جم قالوا لي ان هو بيحبني وكده. بصي يا رضوى
انا امك واكتر حد في الدنيا عايز مصلحتك. مصطفى ده لو كان فعلا فرصه كويسه بالنسبه لك انا كنت هبقى اول واحده ارحب بالموضوع واجوزهولك بايديا. صدقيني مصطفى مش مناسب ابدا ليكي. اسمعي كلام امك، مش كلامي اللي بقوله ده مظبوط برضه ولا ايه يا رضوى؟ مظبوط. يبقى نفكر بقى يا رضوى في مستقبلنا ودراستنا، ومصطفى ده يكون بالنسبه لك مش اكتر من زميل وبس. ايه رايك في كلامي يا رضوى؟ شوفي يا ماما، انا لو عرفت يا رضوى انك كلمتيه او حتى اتصل عليكي ورديتي عليه انا هيبقى ليا تصرف تاني خالص، وقتها بقى ما تزعليش من رد فعلي. لا يا ماما، وانا ما اقدرش ازعلك يا حبيبتي. في اللحظة دي أمينة حست براحة نفسية عشان قدرت تسيطر على بنتها. يا ترى خطتها هتنجح ولا هتفشل؟ ده اللي هنعرفه. طب يا رضوى بقى يا حبيبتي انا هقوم اغير عشان عندي كام مشوار مهمين لازم اعملهم. طب انا هاجي معاكي. لا يا روحي، الخروج والهوا والتراب غلط على الجرح. انا مش هتاخر، دول كام مشوار هعملهم مش هياخدوا معايا ساعه. خلاص؟ ماشي. عاوزه حاجه وانا جايه؟ ماشي يا مصطفى، كده ما تطمنش عليا. في اللحظة اللي دوست فيها على العمل حسيت بخلل رهيب جدا في جسمي، وفي نفس الوقت حسيت بطاقة كبيرة جدا غير طبيعية. ثقتي في نفسي زادت أكتر. أنا داخل على حرب ولازم أكون قدها. لقيت حاجة بتشدني إن أرجع بيتي تاني. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. كنت فرحان وسعيد جدا اليوم ده عشان هخطب الإنسان اللي حبيتها، بس اللي شفته محدش يتوقع. رب وفقني يا رب، أنا مش طالب غير الحلال. اهلا يا مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل. إذا اتفضل. اتفضل. اتفضل يا مصطفى. إذا اتفضل. عامل ايه؟ تمام الحمد لله. اهلا يا مصطفى. أهلا وسهلا. اهلا بيك يا مصطفى. طبعا أنت عارفة أنا جاي عشان إيه. أكيد رضوى قالت لك. بس مش ناخد رأي رضوى الأول؟ يمكن يكون ليها رأي تاني. تمام مفيش مشكلة. أنت رأيك أنت إيه؟ لا يا حبيبي طبعا أنا موافقة. معقولة هقف في طريقك أنت ورضوى؟ ممكن تندهي لها؟ حاضر، دلوقتي أنا أديها لك وأعمل لكم كمان حاجة تشربوها. شكرا. عن إذنك يا مصطفى. اتفضل. تعرف رأي رضوى فين؟ ورضوى موافقة. مساء الخير. أهلا وسهلا. رضوى فين ما تعرفيش؟ قريبتهم ها؟ اتفضل يا مصطفى. شكرا جدا. امال رضوى فين ما جتش ليه؟ خلي بالك نظرك يا حبيبي، ما رضوى قاعدة قدامك أهي. بتشيلي بقى يا بنت البتاع ده، أنت عاملة فيها مقلب ولا إيه؟ مين اللي عمل فيكي كده يا رضوى؟ ماما جابت مية ورد وطلعت منتهية الصلاحية، فجيت احطها حرقت لي وشي. بص يا مصطفى، هو انت مش مجبر ان انت تكمل، يعني احنا لسه على البر والقرار بايدك، يعني انت مش مضطر انك تاخد واحدة مشوهة. فاللي انت عايزه. اللي حصل ده قضاء وقدر. مش معنى ان حصل لك حاجه زي كده ان انا اتخلى عنك، يبقى انا ما عنديش اصل لو عملت حاجه زي كده. رضوى
هعمل لك عملية وعلى حسابي، وهترجعي احسن من الاول ان شاء الله. يعني مش هتتخلى عني يا مصطفى؟ عمري ما هتخلى عنك. ابن اصول والله يا مصطفى. هو ده العشم برضه. ربنا يخليك ليا بجد. شكرا يا مصطفى. ازيك يا ستنا؟ ازيك يا امين؟ يا اختي اللي قوليلي العمل اللي اديتهولي يا ستنا خلى الواد اتمسك بالبت بنتي اكتر، وما بقتش عارفه اعمل ايه في المصيبه دي. ما تقلقيش يا امين، الامور هتمشي زي ما انت عايزه واكتر شويه. قوليلي طيب يا ستنا الحل ايه دلوقتي في اللي انا فيه ده؟ خدي دي يا امين، هتحطهوله تحت المخده اللي بينام عليها. ايه؟ هدخل بيته ازاي بس يا ستنا عشان احط له ده؟ عامله حسابي، الخدام جابوا لي المفتاح. مفتاح؟ مفتاح باب بيته. طيب على الله ينفع، وعلى الله اعرف اصلا ادخل بيته. ما تقلقيش يا امينه، بقولك اتيسري يا امينه. ماشي يا ستنا، تعيش يا رب. السلام عليكم. وعليكم واللي انت عايزاه من عينيا الاتنين. كل حاجه هتمشي زي ما انت عايزه يا امينه واكتر. ماشي يا مصطفى، انا هخليك تمشي تكلم نفسك ان ما وريتك. فين بالظبط؟ موبايلاتهم متقفلة، مفيش حد بيرد عليا. هحاول ارن تاني. ايه لعب العيال ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سلام قولا من رب رحيم. الحمد لله على السلامه يا مصطفى. أمينة؟ انت دخلتي هنا ازاي؟ انا اقدر ادخل في اي مكان يا مصطفى، مفيش حاجه ابدا تمنعني عنك يا مصطفى. طيب انا هعمل لك حاجه تشربيها. لا يا حبيبي انا مش جايه عشان اتضايف. خلي بالك من مفتاحك يا مصطفى. انا حاولت اتواصل مع رضوى كتير واتواصل معاكي، مفيش حد بيرد عليا، ورحت البيت اخبط مفيش حد برضه بيرد عليا. انتوا كويسين؟ احنا كويسين الحمد لله. طيب الحمد لله. ليه هو في حاجه ولا ايه يا مصطفى؟ لا ابدا، انا كنت بس حابب اطمن على رضوى. على رضوى وبس يا مصطفى؟ لا ابدا، انا كنت جاي اطمن عليكم انتوا الاثنين. استنى هعمل لك حاجه تشربيها. خد هنا يا مصطفى. قلت لك مش عاوزه اشرب حاجه. طيب انا مش فاهم انت عاوزه ايه؟ عاوزاك انت يا مصطفى. اموريني عينيا. عاوزاك في الحلال. ايه الغلط في ده؟ انت بتقولي ايه يا امين؟ مش الموضوع ده احنا قفلناه؟ صدقني يا مصطفى لو قلت لك ان جوايا احساس عكس
التاني؟ تاني ايه وتالت ايه؟ انا مش فاهم حاجه. مصطفى، انا لما بشوفك بضعف يا مصطفى. وانا سبق وقلت لك انا بحبك زي امي وبس. يعني انت شايف كده يا مصطفى؟ ايوه شايف كده، واحتراما للعيش والملح انا مش هجيب سيره الرضوى انك جيتي هنا. اعتبر اللي حصل منك ده لحظه ضعف او وصه شيطان. يا ريت تتفضل. ماشي يا مصطفى، وانا برضو مش هقفل الباب. نورتي. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. احرق العجلة اللي تحت السرير. أقدرت بعض عبادك على السحر والشر، ولكنك احتفظت لذاتك بإذن الضر، فأعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه بحق قولك الكريم. يا رب هات العوائل سليمة يا رب. خير يا دكتور طمني. أستاذ مصطفى بإذن الله نتيجة العملية هتبان بعد أسبوع. طمن. كان يا مكان قلبي البنوتة رقوحا رقوحا على البنوتة في زمانة كان يا مكان. مصطفى، أنا اللي بحبك يا مصطفى. رضوى لسه صغيرة، سعادتك معايا أنا. رضوى لسه مش فاهمة حاجة في الدنيا، حياتك معايا. أنا اللي هقدر أحقق لك كل أحلامك يا مصطفى. مش هتقدر تساعدك أبدا. أعوذ بكلمات اسمع الله كلامي يا التامات مصطفى. من شر ما خلق. سعادتك معايا أنا. أعوذ بكلمات تعالى الله ادخل معايا التامات جوه يا من شر مصطفى. ما خلق. أنا هقدر أعمل أعوذ لك بكلمات كل الله اللي بتحلم بيه التامات من شر ما خلق. تعالى جوه يا أعوذ مصطفى. بكلمات الله التامات من معايا. شر ما خلق. ادخل معايا، يلا ندخل جوه. يلا يا مصطفى. تعالى يا مصطفى، تعالى. مصطفى، مصطفى. أنا بقى هفضل حبسك هنا وهخلي بنتك تيجي تشوفك على حياتك. بنتي لا يا مصطفى، اوعى تقول لرضوى حاجه. ست شيطانة. مصطفى بيخلي بقى الدجالة اللي ساعدتك إنك تدخلي بيتي تخرجك من هنا. حرام عليك يا مصطفى، افتح. لو هي لسه موجودة أصلا. مصطفى افتح يا مصطفى، حرام عليك، اوعى تعرف رضوى حاجه. هعمل لك اللي انت عاوزه يا مصطفى، هجوزك رضوى خلاص. افتح، اوعدك يا مصطفى اني هجوزها لك. افتح بقى مصطفى.
سامحوني لازم يتعاقب. سامحوني وادوني فرصة تانية. مفيش فرصة تانية. سامحوني وانا هعمل كل اللي انتوا عايزينه، كل اوامركم اوامر. نفذي. أستاذ مصطفى، أيا كان نتيجة العملية فكل حاجة بيد ربنا. اكيد طبعا ونعم بالله. إن شاء الله خير. ان شاء الله يا دكتور. طمني يا رضوى، ان شاء الله خير. رضوى، العملية نجحت. بجد؟ بجد والله. أنا عايزة أشوف. الحمد لله. كده نكون وصلنا لنهاية أحداث الموسم الأول من مسلسل غلطة أم. لو الموسم ده وصل 50,000 إعجاب هنزل الموسم الثاني من المسلسل. اللي ينفذ يكتب تم في الكومنتات.